السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة لكل من ادعى الخدمة الحسينية، شعراء، روادي، كل الحسينيين ادعاءهم حسينيين، لكن البعض الكثير منهم بعيد كل البعد عن منهج الحسين، وخصوصا المشاهير منهم. يعني احنا ما نشوفهم بس بذن العشر ايام، خصوصا المشاهير عندهم متابعين، ملايين المتابعين. ما شفت في يوم واحد كتب له ولو عبارة تعليق. ناصر بويا الشيعة فرهود صارت آلاف الصفحات الوهمية من النواصب وأعداء آل البيت تسقط بشيعة أمير المؤمنين، مئات الفضائيات. الحق تايه، فرهود العراق، فرهود ماكو، الباطل مدلل هنا. ما شفنا واحد منكم يوم تعليق شجب مسألة قال هذا ما يصير. عندنا هسه هذا قانون تعديل الأحوال الشخصية، هو قانون الإمام جعفر الصادق. ما حد منكم قال هذا القانون قانون آل البيت، وانتم تدعون بخدمتكم لأهل البيت. هيك مفتهمين الحسين؟ لا، مو هيك الحسين. الحسين طلع ثائر. الحسين على موقف، ما عندكم موقف. يعني بس لنا 10 ايام هذه انا اقولها بملء الفم تخدمون انفسكم مو الحسين ابدا. جاي يطلعون بذني فقط 10 ايام، يا الله تبينون، وكل من يحط مالاته بجيبه يا الله يمشي يقرا. وينك شنو اللي قدمته للحسين؟ انت جاي تخدم نفسك. اليوم انا الحسين اليوم يحتاج اللي يقول خادم الحسين اليوم ضد الباطل. أنا شاعر حسيني، لكن لقيت الحسين بمحاربة الباطل، مو بس بالقصيدة، أكتب قصيدة لا بس كل شيء، لكن أقرب إلى الحسين من أجل الباطل. أنت باطل. اليوم صفحاتكم تغلق بالأيام، ما تشجمون مجاملات عندكم. خاف أحكي على الخليج، خاف الخليج ما يخلوني أقرأ هناك بعد. خاف إذا مو حسينيين أنتم. والله اللي هذا كلامي يطبق عليهم، اللي ما يبينون صفحاتهم تغلق بس أيام 10 أيام. مان عاشور مو حسينيين وبعيدين عن الحسين. الحسين موقف، اليوم يحتاجكم الحسين. اليوم المذهب جاي يعاني، كل الفوهات متوجهة على المذهب، لكن على عدد الأصابع اللي مصدين للموضوع. وأنتم حساباتكم مغلقة هاي الأيام، وهي بها متابعين ملايين. كلمة حق ما تقدرون تقولوها، سواء مجاملة أو جبن أو لكن الحسينية الحقيقية توفيق، وأنتم الظاهر ما عندكم توفيق. في أمان الله.